السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. قبل ما نبدأ الفيديو، اللي مشتركش في القناة ينزل تحت الفيديو ويضغط على كلمة اشتراك ويفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. تعالوا نعمل النهاردة مع بعض طاجن المكرونة باللحمة المفرومة، طريقة سهلة وسريعة وان شاء الله هيعجبكم. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي والمقادير والمكونات معانا ايه النهاردة. معايا هنا حلة على النار، نزلت فيها مكعب من الزبدة وعليها حبة زيت. بعد كده نزلت باللحمة المفرومة بتاعتي على حسب الحشوة اللي انت عايزة تحشيها، ينفع لحمة مفرومة، ينفع قطع فراخ. هقلب بقى اللحمة كده معايا لحد ما تاخد لون. هفضل اضغط عليها كده كويس علشان تتفتت معايا ما تتمسكش في بعضها. اول بقى ما وصلت للون ده معايا واخدت نص سوا، هنزل عليها بقى بالبصل. بصلة كبيرة مفرومة، ممكن متقطعة على حسب ما انت تحبي. هقلبهم بقى كده في بعض كويس. بعد كده هنزل بقى بفلفل، قرن فلفل حامي. لو انتي مش بتحبي الحامي ممكن تحطيه عادي، ممكن ما تحطيهوش خالص. هقلبهم بقى كده في بعض كويس. بعد كده هنزل بقى بملح وفلفل اسود، كمون، بابريكا، رشة من الكزبرة ونص معلقة صغيرة من القرفة. القرفة بجد بتخلي طعم اللحمة المفرومة في حتة تانية. جربوا تحطوا على اللحمة المفرومة كده قرفة، بس ايه، نص معلقة صغيرة مش كتير. بعد كده بقى هسيبها لحد ما تستوي وبعد كده هرفعها من على النار. بعد ما رفعتها من على النار معايا حلة تاني على النار، نزلت فيها بحبة من الزيت. بعد كده نزلت فيها ببصلة متوسطة مفرومة. هقلبها بقى كويس لحد ما تدبل معايا. بعد ما دبلت معايا بالشكل ده هنزل عليها بقى بمعلقة من الثوم. هقلبهم بقى كده في بعض شوية لحد ما ريحة الثوم تطلع كده. بعد كده هنزل بمعلقة من الصلصة وهقلبهم كده في بعض كويس. بعد كده بقى معايا عصير طماطم، هنزل بيه. هقلبهم بقى كده كويس. اول ما ابتدت بقى تغلي معايا هنزل بالملح، فلفل اسود، بابريكا، رشة من السكر وكمون والسبع بهارات. هقلبهم بقى كده في بعض. لو حابة ان انتي تحطي مكعب مرقة براحتك، ده اختياري. اول بقى ما تسبكت معايا بالشكل ده هنزل عليها بقى بكوباية مية سخنة او بكوباية شوربة لو عندك شوربة تديها طعم حلو. اسيبها بقى لحد ما تغلي معايا كده. بصوا بدأت تغلي معايا بالشكل ده. بعد كده بقى معايا الطواجن اللي انا هدخلها الفرن، دهنتها كده دهنة من الزيت. بعد كده بقى هجيب الحشوة بتاعتي اللحمة المفرومة، هعمل بقى طبقة سميكة كده من تحت بالشكل ده. بصوا هنا بقى كنت مجهزة معايا ورق زبدة وورق فويل اللي انا هغلفهم بيها، كنت مقصقصاهم كده على قد الطواجن. هنا بقى معايا المكرونة الاقلام نية، مش مستوية تماما، انا هعملها نية. بجد بتبقى تحفة وهي نية وبتبقى متماسكة كده في بعضها. هحط بقى في الطواجن بتاعتي كده المكرونة، بس مش هاملة الطاجن للاخر علشان المكرونة هتزيد معايا، علشان هي مش مستوية خالص فهتزيد معايا. بعد كده بقى هجيب الطماطم بتاعتي، طبعا سخنة، انا مسخنة كمان الفرن، مسخنة الفرن على درجة حرارة 200. هنزل بقى بالطماطم بتاعتي كده كلها واغلف المكرونة بتاعتي بالطماطم، يعني اغطيها بمعنى اصح. بصوا بالشكل ده.
هنا بقى كنت نزلت الطماطم بتاعتي في كل الطواجن. بعد كده جبت الورق الزبدة هغطيها كده بورق زبدة، وبعد كده هغطيها بورق فويل. بصوا بالشكل ده هغلفها كويس. هعمل بقى كل الطواجن بالشكل ده. بصوا هدخلهم بقى الفرن الرف التحتاني لحد ما تحسي ان المكرونه استوت معاكي خالص. يعني انا بسيبهم الاول بصراحه على درجه حراره عاليه، وبعد كده بوطي عليهم واسيبهم براحتهم لحد ما يستووا تماما. ممكن اسيبهم ساعتين في الفرن. هنا بقى المكرونه كانت خرجت معايا من الفرن، بصوا عامله ازاي، بجد تحفه وكان طعمها تحفه. والمكرونه مستويه، بصوا عامله ازاي ومتماسكه في بعضها، ان احنا يعني حطيناها في الطواجن نيه. بصوا، بصوا مستويه ازاي. بجد جربوا الوصفه دي هتعجبكم. تعالوا بقى نشوف واحد معانا كده. بصوا مش لازقه في الطاجن ولا اي حاجه. بجد تحفه، جربوها. بصوا هنا كنت بوريكم الطاجن، بقول لكم يعني مش لازقه ولا اي حاجه بسبب الزيت اللي احنا حطيناه من تحت، ان احنا غلفناها بالزيت. بصوا المكرونه عامله ازاي، بصوا مستويه ازاي. بجد الوصفه دي تحفه، جربوها. وبكده خلص الفيديو معانا، ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.